السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. هو الفيديو ده بصراحة يعني انا عاملاه من كام يوم، بس طبعا ما كنتش فاضية وكده. انتوا عارفين ايام رمضان وكده والصلاة وكده، يعني قلت بقى اما افضى ايه ابقى انزله. ده انا كنت عاملاه من اول يوم رمضان بصراحة، التصوير يعني. هنعمل ايه بقى؟ اليوم المحشي العالمي بقى. طلعت الحاجة طبعا اللي انا كنت مفرزاها زي ما انتم شايفين كده. احنا فرزنا البصل مع بعض، وفرزنا الطماطم مع بعض، عملنا الصلصة مع بعض في فيديوهات قبل كده. هنطلع بقى كل حاجة زي ما انتم شايفين. والكرنب برضو كنت عامله له فيديو وحطاه في اكياس اهو، ما شاء الله كمية حلوة الحمد لله. هتقضي ان شاء الله كل اللي هيفطر معي بإذن الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده طلعت 4 اكياس بصل. طبعا ده مش للكرنب بس، هنعمل منه صينية رقاق. يعني هنعمل منه اللحمة المعصجة عشان يبقى بالمرة بقى، يعني طلعت كمية بالمرة. والصلصة طلعت 4 اكياس. هنشوف بقى ايه المحشي بتاعنا ياخد مننا كمية قد ايه، عشان يبقى الحاجة قدامنا على طول، منفضلش بقى ايه نلف حوالين نفسنا. جهزت الحاجة قدامي اهي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله على المفرش بتاع رمضان. زي ما بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ما شاء الله حاجات بصراحه حاجه جميله، والحاجه جاهزه عندنا. وادي الرز، طلعت كيسين رز برضو. ونشوف برضو ايه ورق الكرنب اللي احنا عملناه، الكرنبتين اللي احنا سلقناهم قبل كده. هنشوف هياخد مننا قد ايه رز. طبعا دي حاجه بقى ايه، انت بتقدري حاجتك بايدك. وطبعا المصريين يعني ما شاء الله عليهم في المحشيات والتقدير والحاجات دي، ما شاء الله. مفيش ست بيت ما بتعرفش تعمل محشي. ابتديت بقى، جبت الحلة، حطيت فيها بقى المادة الدهنية اللي انت عايزة تحطيها. انا حطيت شوية زيت كده محترمين. وجبت حتة ليا، قطعتها حتة صغننة كده وحطيتها. دي هتعمل احلى شغل في المحشي بصراحة. مع شوية الزيت حطيت حتة ليا بس تسيح كده مع الايه، مع البصل. بسم الله ما شاء الله اهي. بتختفي طبعا، بتصيح فبتختفي. خلاص كده البصل اتحمر، فابتدي ايه اخد بقى اكياس الصلصة كده اروح حطاها. تفك بقى وما تفكش يعني مش مشكلة خالص، هي فكت نص بس، فمفيش مشكلة. هي كده كده هتفك مع الايه، مع البصل بتاعنا. بس انا مش عارفة افضي الكيس كويس عشان بصور بايد والايد التانية بحط بيها الايه الصلصة. ابتدي اقلب كده فيها اهو. ايدك تبقى فيها عشان ايه البصلة ما تجنبش منك. ما تجنبش يعني ايه، يعني حتة مثلا تبقى حمرا وحتة ما تتحمرش من البصل. حطيت كيسين، وابتدي احط كيس كمان بس ايه ماشيل التليفون بقى. المحشي بقى باذن الله كده وجماله وحلاوته. قعدنا حشيناه طبعا. دول كان فضل حبة ورق اخضر كده، طبعا ده بيبقى زي السكر. وهي اصلا الكرنبات بصراحة، الكرنبتين اللي جبناهم هم اصلا مسكرين. فباقي حبة الورق كده عشان اوريهم لكم كده، ارصهم قدامكم على وش الحلة. طبعا الحلة لما بتيجي تحط فيها المحشي ما بتملهاش على الاخر، لان كده كده الرز بيزيد، فبالتالي المحشي هيزيد معاك ان شاء الله يعني. خلاص كده جبت بقى الشوربة الجميلة بتاعتنا. دي شوربة لحمة، ان بصراحة ولادي كانوا طالبين لحمة مش فراخ. فبصراحة جبت لهم احلى حتة لحم، بصراحة لحمة بلدي. هي غالية شوية بس طبعا ما فيش حاجة تغلى عليهم، عشان تبقى طعمها حلو كده ونتلم كلنا مع بعض. زي ما قلتلكوا ده كان اول يوم رمضان، وعد علينا وعليكم بخير يا رب. سقيت كده المحشي وهولع عليه بقى عشان كل شغلي كله بايد واحدة، فمش مالكة بصراحة. اه لازم السطر الاخراني ده يبقى باين، اوعي تغطيه.
ما تغطوش بالشوربه ويبقى مختفي كده، لا، عشان مقاس الشوربه للكرنب بالذات، خلي اخر سطر يبقى باين، يعني نص الصبع كده يبقى باين. بسم الله ما شاء الله، بعد ما استوى والجمال والحلاوه اهو. اللهم صل على النبي. بألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.